السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أبطال تانية ثانوي عاملين إيه؟ يا رب كده دايما تكونوا بألف صحة وخير. جينا لكم النهاردة بفيديو جديد معانا حل على الدرس الأول اللي هو درس الشغل. إن شاء الله الفيديو يكون كويس جدا ويكون مفيد ليكم جدا جدا جدا. بس قبل أي حاجة ما تنساش إن أنت تصلي على النبي وتسمي الله وتجيب كراستك وقلمك والآلة الحاسبة بتاعتك وتقعد ورايا تحل كل سؤال تاني وتالت ورابع بحيث إن المعلومة تثبت في دماغك بإذن الله. وما تنساش حاجة مهمة، إن أنت عشان تبقى كويس في الحل وتتقن الحل كويس لازم تحل كتير جدا بإيدك، لأن اللي ما بيحلش بإيده ما بيتعلمش. خدها مني نصيحة، طول ما أنت بتكون مستمع فقط او متفرج فقط فانت بالنسبه لك زيك زي اي حد عادي. انما ايه اللي يميزك عن اي حد من زمايلك او اي حد في سنك؟ ان انت تتعب على نفسك وتحاول تطورها بكتر التطبيق وكتر الحل. وصدقني والله هي كلها نفس الافكار باختلاف الارقام باختلاف حاجات بسيطه خالص. كتر الحل هيخليك تتقن الموضوع جدا جدا جدا. باذن الله الفيديو ده هينزل لك على المنصه، فلو كنت طالب من المنصه فانت ان شاء الله يعني انا مش هقول لك ان انت تكون من افضل الطلاب واميزهم، بل انت ان شاء الله هتكون افضلهم. وده ان شاء الله هتشوفه في نهايه السنه باذن الله لما النتيجه بتاعتك تظهر وتعرف نتيجه الترم الثاني من الترم الاولاني. بلاش نطول في المقدمه، تعالى يلا نبدا في الموضوع على طول. وان ما كنتش مشترك معنا في المنصه فهتلاقيني سايب لك اللينك بتاع المنصه تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ادخل اشترك وكلمني اعرف تفاصيل الاشتراك هتكون عامله ازاي مع الخصم اللي معمول على الترم كامل بسعر رمزي جدا. ما تفوتش الفرصه دي. يلا كده نسمي الله ونبدا معانا باول فيديو او اول سؤال معانا في درس الشغل. بس طبعا ما تنساش حاجه مهمه، ان احنا كان عندنا الشغل الرمز بتاعه W، ده كان بيساوي اف دي كوزاين الزاويه. كانت الاف هي القوه والدي هي الازاحه والكوزاين الزاويه كانت اللي ما بين اتجاه القوه والازاحه. طبعا ما تنساش حاجه مهمه، ان لو كانت الزاويه بصفر فكده كان بالنسبه لنا الشغل بيكون ماكسيموم، ولو كانت الزاويه ب90 فكده الشغل بينعدم، ولو كانت الزاويه ب180 فكان الشغل بيكون ماكسيموم برضه ولكن في السالب. ولو كانت الزاويه ب60 لو كانت الثيتا ب60 فالشغل هيكون نص الماكسيموم. صعب الكلام ده؟ قلت لي لا. طيب يلا كده نشوف اول سؤال معانا بيقول ايه. اول سؤال بيقول صيغه ابعاد الشغل هي، طبعا احنا كان عندنا صيغه ابعاد الشغل ام ال تربيع تي اس سالب 2 فمفيش فيها اي مشكله، يعني هي مباشره جدا لو انت عارفها اصلا من الحصه. لو ما كنتش سمعت الحصه فلازم تسمع الحصه قبل ما تسمع الفيديو بتاع الحل، لان مش هتعرف تحل ولا هتفهم الحل غير لما تسمع كل كلمه في الشرح باذن الله. طب هنا بيقول لك الجول بيكافئ ايه؟ طب احنا كان عندنا الجول كان بيكافئ اما نيوتن في متر او كان بيكافئ كيلو جرام في متر تربيع في ثانيه والسالب 2. فانا لازم ادور بقى على حاجه من الاثنين دول، اما نيوتن في ثانيه او كيلو جرام في متر تربيع في ثانيه وسالب 2. فكان بالنسبه لنا نيوتن في ثانيه بس هي اللي موجوده، اللي هو الاختيار الثاني. طب هنا بيقول لك ايه؟ في شكل المقابل يدفع شخص شاحنه ولا يستطيع تحريكها. خد بالك بس من الحته ده، بيقول لك ولا يستطيع تحريكها. احنا كان عندنا شروط ان انا ابذل الشغل على جسم. اول شرط ان اثر بقوه على الجسم وده موجود. ثاني شرط ان الجسم يتحرك ازاحه معينه. يعني ايه يتحرك؟ يعني يمشي. طيب هل هنا بيقول لك الجسم يتحرك؟ بيقول لك لا، ولا يستطيع تحريك، يعني الجسم ما اتحركش. ما دام ان الجسم ما اتحركش اذا الشغل بتاعك هيكون بيساوي كام؟ الشغل هيساوي صفر. تمام؟ ولكن تعال نشوف المطلوب. بيقول لك فإن القوة التي يؤثر بها الشخص على الشاحنة. القوة دي هل القوة بتساوي صفر؟ لا، القوة ليها قيمة معينة أنا ما أعرفش هي كام، تمام؟ بس ليها قيمة. طيب القوة دي ما بذلتش شغل لأن الشغل كان بكام؟ بصفر. إذا لازم أدور على اختيار يعبر إن الشغل كان بصفر. طبعا لما جينا نبص ما تلاقيناش غير الاختيار بقى ان هو لا تبذل شغلا، يعني الشغل اللي هيتبذله هيكون بكام؟
بصفر. طبعا هنا بيقول لك قوه افقيه مقدارها 20 نيوتن، فدي كان بالنسبه لنا الاف. اثرت على عربه فحركتها مسافه افقيه، اذا دي المسافه اللي هي الدي، فان الشغل المبذول بواسطه هذه القوه. بس ركز بس في حاجه، هو دلوقتي بيقول لك ان القوه كانت مالها القوه افقيه، اثرت على العربه بحركتها مسافه افقيه، يعني كان كده بالنسبه لنا اتجاه القوه في نفس اتجاه الازاحه، يعني الزاويه اللي ما بينهم بتساوي كام؟ بتساوي صفر. تمام؟ فما تنساش ان انت مش لازم يجيب لك الزاويه بصوره مباشره، انت لازم تفهمها من السؤال. فهنا انا ما جابهاليش بصوره مباشره، بس انا فهمت عن طريق ان هو قال ان القوه افقيه والازاحه افقيه او المسافه افقيه، فالاثنين في نفس الاتجاه، فالزاويه هتكون بكام؟ بصفر. طب الشغل هيساوي ايه؟ الشغل بيساوي اف دي كوزين سيتا. طب الاف بتاعتي بكام؟ ب 20. في الازاحه بتاعتي بكام؟ ب 3.5. في كوزين صفر اللي هي على بعضها بواحد. طيب 20 في 3.5 دي بالنسبه لنا هتديك 70. تمام؟ فسؤال مباشر جدا مفيش فيه اي مشكله. هنا بيقول لك سؤال رقم 5: الشغل الذي تبذله قوة الفرامل على السيارة لإيقافها. احنا قلنا لك دي واحنا بنشرح، لو كانت دي عربية متحركة في الاتجاه ده فأنا حبيت أوقفها، فطبعا هدوس فرامل، فالفرامل بتكون قوة في عكس الاتجاه. أنا دلوقتي لما يكون في عندي قوتين عكس اتجاه بعض، الزاوية بينهم بتسمى زاوية مستقيمة، والزاوية المستقيمة بتكون قيمة عظمى سالبة. يبقى الشغل دلوقتي اللي العربية هتبذله هيكون موجب ولا سالب؟ لا طبعا هيكون الشغل ايه؟ الشغل هيكون سالب. طيب احنا طبعا بنحل من كتاب الامتحان، عشان بس لو حد ما خدش باله احنا بنحل من كتاب الايه؟ الامتحان. طب هنا بيقول لك سؤال رقم 6: عندما تكون الزاوية بين اتجاه القوة الثابتة المؤثرة على جسم واتجاه الإزاحة التي أحدثتها هذه القوة تساوي صفر. بيقول لك إن الزاوية بتساوي صفر. الزاوية بتساوي صفر. طبعا لما الزاوية تساوي صفر الشغل بيكون ماله؟ الشغل بيكون ماكسيموم، بيكون قيمة عظمى موجبة، فبالتالي هيكون الاختيار ج هو الاختيار الصح. طب السؤال رقم 7 بيقول لك هنا ايه؟ في أي الأشكال التالية يكون الشغل المبذول بواسطة قوة مقدارها F قيمة عظمى سالبة؟ أنا لسه قايلها لك فوق من شوية، عشان الشغل يكون قيمة عظمى سالبة لازم يكون اتجاه القوة في عكس اتجاه الايه؟ في عكس اتجاه الإزاحة، فبالتالي دول الاثنين في نفس الاتجاه، دول متعامدين، دول في بينهم زاوية، فبالتالي هو ده الاختيار الوحيد اللي فيه اتجاه القوة عكس اتجاه الحركة، إذا ده اللي هيكون فيه الشغل قيمة عظمى ايه؟ سالبة. طب لو جينا نشوف السؤال رقم 8 بيقول لك هنا ايه؟ قوة مقدارها 100 نيوتن، إذا دي كانت القوة اللي هي F، أثرت على الجسم فحدثت له إزاحة مقدارها أو قدرها 2.5، إذا دي الإزاحة اللي هي دي، فإن الشغل الذي تبذله هذه القوة إذا كانت في اتجاه حركة الجسم. يعني إيه في اتجاه حركة الجسم؟ يعني القوة في نفس اتجاه حركة الجسم، يعني الزاوية هنا بتساوي كام؟ صفر. تمام؟ يبقى أول حالة عايز لما تكون الزاوية صفر. طب لما تكون الزاوية صفر الشغل بيساوي اف دي كوزين سيتا، الاف بتاعتك قال لك ب 100، في الإزاحة بتاعتك ب 2.5، كوزين صفر، طبعا كوزين صفر على بعضها بواحد. تمام؟ 100 في 2.5 تطلع معاك ب 250 اللي هو الاختيار الأخير. طيب المطلوب الثاني بيقول لك هنا ايه؟ لما الزاويه تكون ب 60، يعني لما القوه تميل بزاويه 60 على اتجاه الحركه، هنا الزاويه ب 60. طب هو بكل بساطه خالص احنا خدنا قبل كده لما تكون الزاويه ب 60 كوزين 60 بنص، اذا الشغل هيكون نصف القيمه العظمى. يا عم مش فاهمها اشتغل عادي اهو، الشغل هيساوي اف دي كوزين الزاويه. طب الاف بتاعتك ب 100، الازاحه بتاعتك ب 2.5، كوزين 60، كوزين 60 بكام؟ بنص. كوزين 60 بكام؟ بنص. تمام كده؟ طيب نص طبعا 100 في 2 في 2 ونص ب 250، نص في 250 هيطلع معاك 125. 125 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار باء صح. طب هنا السؤال رقم 9 بيقول لك طفل كتلته 40 كيلو جرام، يبقى دي بالنسبه لنا الكتله، يتحرك افقيا في صاله التزلج
فيكون الشغل الذي تبذله قوة وزنه. لو سمعت فيديو الشرح هتلاقيني بقول لك فيديو الشرح ان لما اي جسم بيتحرك تحت تأثير قوة وزنه، قوة الوزن دايما بيكون عمودية لأسفل. تمام؟ طيب اتجاه الحركة هيكون كده، يعني دايما اتجاه الوزن عمودية على اتجاه الحركة، يعني بينهم زاوية 90. ولما يكون عندي زاوية 90 بين اتجاه القوة والحركة، هتلاقي عندك ان كوزين 90 بصفر، يبقى الشغل بايه؟ بينعدم. اي وزن، قصدي شغل بيحصل تحت تأثير الوزن، الشغل بيكون بصفر. تمام؟ فهنا بالنسبة لك قال لك تحت تأثير وزنه، فالشغل كله هيكون بكام؟ الشغل كله هيكون بصفر. طيب السؤال رقم 10 بيقول لك في الشكل المقابل السهم يوضح اتجاه القوة التي يرفع بها الشخص صندوق، فإن الشخص ده، يعني أنا دلوقتي في معايا صندوق على الأرض وقمت جاي رافعه لفوق. تمام؟ هو دلوقتي فين اتجاه القوة اللي أنا أثرت بيها على الصندوق؟ لفوق. طب فين اتجاه الحركة اللي الصندوق اتحركها؟ لفوق برضه. يبقى دلوقتي أنا اتجاه القوة كان في نفس اتجاه الحركة، يعني دلوقتي اتجاه القوة لفوق واتجاه الحركة هو كمان لفوق. يبقى دلوقتي الزاوية ما بينهم بتساوي صفر، وانا شغال بالكوزاين، فكوزاين صفر بتديني 1، يعني هيكون في عندي شغل. تمام؟ فانا هدور على الاختيار يكون فيه الشغل له قيمة. طب هنا اول اختيار بيقول لك يبذل شغل. يبذل شغل ماشي تمام، بس تعال نكمل نشوف. على الصندوق، لان القوة المؤثرة على الصندوق اقل من قوة جذب الارض للجسم او جذب الارض له. لا، هو انا دلوقتي انا ما اعرفش ان هي اقل او ازيد، لان هو محددليش سرعه معينه. لو كان حدد لي سرعه تمام، كنت هبدا ان انا اقارن بقى واشوف هل القوه اللي هو رفع بها الصندوق اكبر من قوه الوزن او قوه الجاذبيه او اقل. اذا طبعا اول اختيار مش دقيق. تمام؟ طبعا الاختيار الاخير دال وجيم لما يقول لك لا يبذل شغل، فبالتالي مش معانا، فبالتالي هو اللي يختار اصلا التاني. طب انا كان نقرا يقول لك هنا يبذل شغل على الصندوق، اذا ده تمام، لان القوه المؤثره على الصندوق في نفس اتجاه الحركه باللي احنا قلناه. اذا الاختيار باء هو اللي اختيار الايه؟ هو اللي اختيار الصح. طب هنا بيقول لك شخص يسحب صندوق بقوه اف لمسافه دي في اتجاه يميل على اتجاه القوه المؤثره بزاويه 30. هنا بيقول فان الشغل اللي مبذول هيساوي كام؟ طب عادي خالص، انت ولا يفرق معاك، ما دي كده الزاويه بتاعتك اللي انت شغال بيها. طب يلا، يبقى الدبليو هتساوي اف دي كوزاين 30 على الاله الحاسبه. لما تيجي تجيب الاله الحاسبه اهو وتقول له كوزاين 30 هتطلع معاك بجذر 9 على 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشغل هيساوي جذر 3 على 2 اللي هي كوزاين 30 اف دي. طبعا ده الاختيار مين؟ الاختيار الاخير. السؤال رقم 12 بيقول لك هنا اي القوة التالية تبذل شغلا على الجسم الذي تؤثر عليه. طبعا لازم تكون فاهم حاجة معينة، ان القوة اللي هتبذل شغل لازم تحرك الجسم ازاحة. تمام؟ وما تكونش عمودية. يبقى دلوقتي لازم الاثنين دول يتحققوا. القوة اللي هتبذل شغل على الجسم لازم ما تكونش عمودية على اتجاه حركة الجسم، ولازم تحرك الجسم. طب اول واحد بيقول قوه الجاذبيه. طب ما هو انا لسه قايل لك من شويه قوه الجاذبيه دي اللي هي قوه الوزن، وقوه الوزن الاف جي دايما بتكون عموديه على اتجاه ايه؟ عموديه على اتجاه الحركه، عاملهم زاويه كام؟ 90. ولو كانت زاويه 90 كوزين 90 بصفر، فالشغل بينعدم. يبقى هنا اول مطلوب الشغل فيه بكام؟ بصفر، فما تنفعش طبعا، يبقى اول مطلوب ما ينفعش. طيب طبعا بما ان اول مطلوب ما ينفعش، اذا المطلوب الاخير ما ينفعش. هنا بيقول لك القوه الثلاثه السابقه، اذا ده برضه ما ينفعش. يعني عندك اما جيم او باء. طيب جيم بيقول لك او باء بيقول لك القوه التي يدفع بها طفل شجره ضخمه. يعني هو دلوقتي في شجره هو بيزق فيها، ولكن لما زق في الشجره ما اتحركتش. طبعا اكيد الطفل مش هيحرك الشجره، يعني بالعقل والمنطق كده. يعني في طفل اثر بقوه على الشجره ولكن الشجره ما اتحركتش، اذا في شرط ما اتحققش ان الجسم يتحرك. اذا دلوقتي الشغل برده بكام؟ يبقى كده بالنسبه لنا الاختيار الثاني الشغل عنده برده هيكون بصفر لان الجسم ما اتحركش. تمام؟ طب اللي يختار الثالث قوه الاحتكاك بين ادوات سياره وطريق عند استخدام الفرامل، طبعا صح. لو ده كان مثلا جسم بيتحرك في الاتجاه ده فقوه الاحتكاك بتكون في عكس الاتجاه، فكده بالنسبه لنا في بينهم زاويه مستقيمه
ولما يكون في زاويه مستقيمه بيكون في عندي شغل قيمته سالبه، يبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. مسحش ماشي. طيب تعالى نشوف السؤال رقم 13. الاسئله كلها لحد دلوقتي انا شايف ان هي سهله جدا وبسيطه، وان شاء الله تكونوا فاهمينها ومتقنينها جدا 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 كمان، انا واثق من ده. طيب هنا بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح العلاقه بين الشغل W المبذول على جسم والازاحه الافقيه. تمام. عايز مني ايه؟ بيقول لي فان مقدار القوه هتكون بكام؟ عايز القوه بتاعتها هتكون بكام. بس خد بالك من حاجه، هنا قال لك ان الازاحه كانت افقيه، الازاحه كانت افقيه، تمشي ليه؟ الازاحه افقيه. تمام. والقوه المحصله بتاعته كانت افقيه. ركز بس في الكلمتين دول، الازاحه افقيه والقوه افقيه، يعني الاثنين كده، القوه في نفس اتجاه الايه؟ الازاحه، او في عكس اتجاه الازاحه، المهم ان هيكون في عندك شغل. يعني دلوقتي لو في نفس اتجاه الازاحه فالزاويه بتاعتك بصفر، ولو كانت الزاويه بصفر كوزاين الصفر بواحد، ففي عندي شغل ماكسيموم. انا بس كنت عايز اوضح لك الزاويه بكام. طب ده سؤال بياني، ركز بس في ازاي اقدر احل سؤال بياني. اول خطوه في حل اي سؤال بياني ان انت تكتب قانون العصادات. حته انك تكتب قانون العصادات هيسهل عليك حاجات كتير. طب تعالى كده نشوف مين اللي عصاد؟ الصاد الشغل. طب الشغل اصلا بيساوي ايه؟ الشغل كان بيساوي اف دي كوزين الايه؟ كوزين الزاويه. طيب بعد ما اكتب قانون العصادات هات الميل، وانا الميل بتاعي بيجي بطريقتين. الطريقه الاولى ان هو بيكون عباره عن فرق الصادات على فرق السينات، يعني دلتا دبليو على دلتا دي اللي هي الازاحه. طيب بعد ما اجيب الميل وفرق الصاد على فرق السين، ابدا بقى شوف الرموز دي من القانون بتاعك وطيرها من القانون. فانا دلوقتي اخدت الدبليو واخدت الدي، مين اللي اتبقى من القانون؟ طبعا اللي اتبقى اف كوزين سيتا. يعني دلوقتي الميل هو عباره عن اف كوزين سيتا، وطبعا الزاويه بتاعتي بكام؟ بصفر، فكوزين سيتا كلها بواحد، مش محتاجها معايا. وعايز الاف. طب يلا نجيب الاف. يبقى دلوقتي الاف هجيبها ازاي؟ الاف هتيجي عن طريق فرق الصادات على فرق السينات. يلا فرق الصادات 30 ناقص صفر، 30 ناقص صفر اللي هي 30. طب فرق السينات 6 ناقص صفر. ما هو انا دلوقتي لو اخدت 30 اخد قصادها 6، ان اخدت 20 اخد قصادها 4، ان اخدت 10 اخد قصادها 2. تمام. 6 ناقص صفر اللي هي برضه 6، يبقى 30 على 6 يطلع معانا كام؟ يطلع معانا 5 نيوتن. وده كان حل السؤال بكل بساطه. ده برضه سؤال بياني، بس ركز في حته ان هو جايب لك علاقه بين القوه والازاحه. تمام. صلي بينا على النبي وانا هفهمك دلوقتي كل حاجه. هو اول حاجه اكتب قانون العصادات. طب يلا، انا كان الشغل بيساوي اف دي. طب الاف هتساوي الشغل على الدي. طب وبعدين هات الميل. الميل بيساوي فرق الصادات اللي هو الاف على فرق السينات اللي هو الدي، ده بيساوي مين؟ الدبليو. يبقى الميل بتاعك هو الدبليو. بص دي بعد ما تطلع الميل شوف هو عباره عن ضرب الصاد في السين ولا قسمه الصاد على السين. بص كده فوق، هنا كانت الاف عباره عن قسمه الصاد على السين، قسمه الصاد على السين اللي هو الدبليو على الدي. فلو كان الميل عباره عن قسمه الصاد على السين بجيبه عن طريق فرق الصادات على فرق السينات. طيب لو كان الميل عباره عن ضرب الصاد الاف في السين اللي هو الدي، بحسب المساحه تحت المنحنى. يعني هاجي هنا كده اقفل المساحه دي واحسبها ايا كانت المساحه هي ايه. فخد بس الكلمتين دول عشان بس ما تتلخبطش. لو الميل عباره عن قسمه الصادات على السينات هجيب قيمه الميل عن طريق فرق الصادات على فرق السينات. طيب لو كان الميل اللي هو الدبليو عباره عن ضرب الصادات في السينات هتحسب المساحه تحت المنحنى. طب ده مستطيل، الطول بتاع المستطيل ب10 والعرض ب6، يبقى 10 في 6 اللي هي مساحه المستطيل تطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب60. طب تعال نشوف السؤال رقم كام؟ السؤال رقم 15 بيقول لك هنا دراجه ناريه تتحرك في خط مستقيم تحت تاثير قوه مقدارها 500 نيوتن. ماشي.
تعال كده نجيب البي دي اف. اطلع كده خالص الصفحه دي. يبقى دلوقتي القوه بتاعتك كانت بكام؟ ب 500 نيوتن. تمام، ارجع تاني كده. القوه كانت ب 500 نيوتن وقوه احتكاك 200 نيوتن. ماشي، فان الشغل المبذول لما يتحرك ازاحه او مسافه مقدارها كام؟ 50 متر. يبقى دلوقتي كان عندنا قوه احتكاك مقدارها 200 نيوتن. عايز الشغل هيكون بكام؟ لما الازاحه اللي اتقطعت كانت 50 متر. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ عادي خالص، يلا. انا اول حاجه انا عندي جسم اهو بيأثر عليه قوه في الاتجاه ده مقدارها 500 وقوه في الاتجاه ده مقدارها 200. فاكرين الحصه اللي فاتت في الفيديو اللي فات، يعني الفيديو الاولاني اللي نزلناه كان في اول الفيديو شرحنا الكلام ده. قلت لك لو كان عندي جسم بيأثر عليه قوتين في عكس الاتجاه فالمحصله بتبقى عباره عن طرح القوتين، يعني 500 ناقص 200. يبقى دلوقتي القوه اللي هنشتغل بيها اللي هي مقدارها كام؟ 300 نيوتن. تمام. طيب فين الزاويه بتاعتي بقى؟ طب ادي الجسم اهو، ده اتجاه القوه. تمام. طب اتجاه الحركه، ما الجسم هيتحرك في اتجاه القوه، يعني دلوقتي اتجاه الازاحه في نفس اتجاه القوه، يبقى الزاويه بتاعتي بكام؟ اذا الزاويه بتاعتي بصفر وانا شغال بالكوزاين، يعني كوزاين صفر بواحد. تمام. يبقى كوزاين صفر على بعضها بواحد، خلاص الشغل ما عادش فيه مشكله، يبقى الشغل هيساوي اف دي كوزاين صفر بواحد. طب الاف بتاعتي ب 300 والدي بتاعتي ب 50، تطلع معانا 3 في 5 ب 15 ودي 3 اصفار. تمام. طبعا والوحده ايه؟ الوحده جول. تعال كده نرجع نشوف الاختيارات كانت ايه. طبعا ده مش هينفع، نقول 13 قصدي 15، فهي 15 وجنبها 3 اصفار، يعني 15 في 10 اس 3. طيب هنا بيقول اذا زاد مقدار القوه المحصله على جسم للضعف تكون له نفس الازاحه، يعني الازاحه ثابته ونفس الاتجاه، يعني الزاويه ثابته، فان الشغل. طبعا كانت العلاقه ما بين الشغل والقوه علاقه طرديه عند ثبوت الازاحه والزاويه. طيب فلما القوه تزيد للضعف الشغل هو كمان هيزيد للضعف، فيبقى الاختيار ب صح. السؤال رقم 17 بيقول لي هنا ان احنا في عندنا فتاة تسير فتاة في مسار افقي مستقيم مسافة 6 متر وهي تحمل حقيبة وزنها 10 نيوتن. طب تعالى كده نرجع، اطلع كده السؤال ده اهو. انا عندي دلوقتي خط مستقيم، خط افقي، طول الخط ده كام؟ انا اهم حاجة يا اولاد، اهم حاجة وانا بحل السؤال، الاهم من حل السؤال ان انا اتخيل اللي بيحصل. الفيزياء كلها عباره عن تخيلات، ان قدرت ان انت تتخيل اللي بيحصل هتعرف تحل المساله بكل بساطه خالص. طب انا دلوقتي قال لي ان المسافه الافقيه ده كلها 6 متر. تمام. كان عندي هنا فتاه اهو، ادي فتاه برجلها الاثنين وادي دماغها وادي شعرها وادي عينيها، تمام، وادي بقها. طب الفتاه دي كانت عامله ايه؟ الفتاه ده اهي كانت شايله حقيبه في ايدها دلوقتي، حقيبه. تمام. اذا مين الحمراء دي؟ الحمراء ده اهي حقيبه. حاول تتخيل كان وزن الحقيبه ده، وزن الحقيبه اللي هي الاف جي ب 10 نيوتن. صعب الكلام ده؟ قلت لي لا. طيب ما تيجي كده قبل ما نكمل السؤال نجيب الشغل في المرحله دي. تعالى، قلت لي يلا. طب هو الشغل هنا هيساوي ايه؟ انا قلت لك دلوقتي ان اي قوه وزن هتاثر على جسم فالشغل اللي هيتبذل على الجسم هيكون بيساوي صفر. طب دلوقتي ادي قوه الوزن عموديه لاسفل، طب فين الحركه فين اتجاه حركه الفتاه؟ اتجاه حركه الفتاه اهو، اذا ده اتجاه الحركه، يبقى الزاويه دلوقتي بين اتجاه الحركه والازاحه مقدارها كام؟ 90 درجه. ركز ان الزاويه الاولى ب 90 وانا شغال بالكوزاين،
يبقى كوزين 90 بتساوي صفر، صح كده؟ يبقى الشغل كله في الحالة الأولى كان بيساوي كام؟ كان بيساوي صفر. صعب الكلام؟ قلت لي لا. أي قوة وزن بيبقى الشغل اللي هي بذلته بيساوي صفر، تمام كده؟ أي قوة وزن بتأثر بتاعة جسم فالشغل عليها بيساوي كام؟ بيساوي صفر. طب يلا كده، ده كان نص السؤال الأولاني. ده نص السؤال الاولاني لحد هنا. بيقول ثم تصعد سلم لتصل للدور الثاني على ارتفاع 8 متر فيكون الشغل الكلي. تمام، حلو قوي. طب تعالى كده نرجع. بيقول لي بعد كده ان هي قامت جايه هنا وطالعه سلم. هو انا مش عارف ارسم سلم ازاي بس ماشي، هنفترض ان ده السلم يعني، ما علينا. هي مشيت او طلعت ارتفاع كام؟ 8 متر. اوكي ادي الفتاه اهي الحلوه طالعه تتغندر على السلم بشعرها الحلو، وادي الشنطه اللي موجوده في ايديها. ما تنساش ان كان الشنطه دي ليها قوه وزن الاسفل مقداره 10 نيوتن. تمام. طب هسالك سؤال وترد عليا، هي الشنطه دي بتتحرك لفوق ولا لتحت؟ لا، الشنطه دي بتطلع لفوق. يبقى دلوقتي اتجاه حركه الشنطه كان لفوق، يبقى ده اتجاه الازاحه. تمام. طبعا يعني هيجي لك كده وهله بسيطه ان خلاص كده الموضوع اتحل، تمام، وهتشتغل ان القوه في عكس اتجاه الشغل، قصدي القوه في عكس اتجاه الحركه، فهيبقى في عندك شغل بس بالسالب. تيجي تبص في الاختيارات مفيش اختيارات بالسالب. طب ده ليه؟ لانها بالنسبه لنا قوه الوزن دي عارفين من الترم الاول ان هي بتكون عباره عن قوه الفعل. طب قوه رد الفعل بتكون في عكس الاتجاه، مساويه في المقدار ولكن مضاده في الاتجاه. اذا ده اتجاه مين؟ القوه. يبقى دلوقتي اتجاه القوه في نفس اتجاه الحركه. لما يكون اتجاه القوه في نفس اتجاه الحركه بتكون الزاويه بصفر، ولما تكون الزاويه بصفر كوزين صفر بيديني كام؟ بيديني 1. تمام كده؟ طيب هو كان طالب ايه؟ كان طالب ايه؟ انا نسيت كان طالب ايه. ارجع كده. الشغل الكلي، ماشي. كان طلب الشغل الكلي يا شباب. فالشغل الكلي اللي هو الدبليو توتال. عايز الدبليو توتال هيكون بكام؟ اللي هو عباره عن الشغل الاولاني زائد الشغل الايه؟ الثاني. طب الشغل الاولاني احنا جبناه بصفر، طب فين الشغل الثاني؟ هاتوا يلا. يبقى الشغل الثاني هيساوي الاف دي كوزين صفر اللي هي على بعضها بكام؟ بواحد. يبقى الاف ب10، الدي بتاعتك ب8، تطلع معاك 80 جول. لما تيجي تقول صفر زائد 80 تطلع معاك برضو ب80 جول. اذا الاختيار بتاعنا الثيتا اللي احنا بنشتغل بيها. طيب بيقول فاذا كانت العربه تتعرض لقوه احتكاك مقدارها 20 نيوتن، اذا دي قوه احتكاك مقدارها 20 نيوتن، فإن الشغل المبذول بواسطة الأم لتقطع العربة 5 متر. إذن دي الإزاحة. هو عايز مني الشغل هيكون بكام عشان العربة هتقطع 5 متر. صلوا بينا على النبي وقولوا عليه الصلاة والسلام. هو في البداية خالص قال لي معلومة جميلة، قال لي إن السرعة ثابتة. طب أنا استفدت بإيه إن السرعة ثابتة؟ لما تكون السرعة ثابتة بتبقى محصلة القوة على بعضها كده بتساوي كام؟ صفر. طب انت عرفت منين يا مستر؟ ما احنا اخدناها في الترم الاولاني في قانون نيوتن الاول، ان امتى المحصله بتاعت القوه تساوي صفر؟ لما يكون الجسم ساكن او متحرك بسرعه ثابته. طب هو هنا قال لي ان السرعه ثابته، اذا محصله القوه بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طب لما تكون محصله القوه بتساوي صفر بتبقى قوه الاحتكاك بتساوي القوه المؤثره. ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما تبقى السرعه ثابته او منتظمه، المحصله بتساوي صفر وبتبقى الاحتكاك بتساوي المؤثر. طيب وبعدين هي مين المؤثره؟ المؤثره هنا قوه مايله، ركز كده، قوه مايله. فلما تيجي تحللها تمام هتلاقي ان هي عباره عن اف كوزين سيتا، لان الزاويه تحت، لان هي عباره عن اف كوزين ايه؟ سيتا. يبقى القوه المؤثره دي عباره عن اف، القوه المؤثره دي عباره عن ايه؟ عن اف كوزين سيتا. ده كله بيساوي قوه الاحتكاك اللي هي بكام؟ ب20.
يبقى الاف كوزين سيتا على بعضها بتساوي كام؟ بتساوي 20. صعب ده؟ قلت لي لا والله ما صعب. طب انا عايز الشغل. طب ما يلا، ما الشغل بيساوي اف كوزين سيتا كل ده مضروب في الازاحه. اف كوزين سيتا على بعضها ب 20. طب الازاحه قال لي ان هي بكام؟ ب5. طيب 20 في 5 بكام؟ ب100. يبقى الاختيار الصح هو الاختيار الايه؟ الاختيار الاولاني. طيب لو جينا نشوف السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 19 بيقول لي الشكل المقابل يوضح قوتان تؤثران على جسم موضوع على سطح افقي، فاذا تسببت القوتان في ازاحه الجسم افقيا 1 متر، فان الشغل الذي تبذله القوه المحصله تساوي كام؟ طب ما هو نفس الحوار. بص كده، قوتين في عكس اتجاه بعض، المحصله هتكون مع الكبير ومقدارها ادي 2 و6، يبقى المحصله مقدارها كام؟ 4 نيوتن. بيقول لك ان القوه ده اهي، القوه المحصله ده خلت الجسم يتحرك 1 متر. تمام؟ يبقى دلوقتي الزاويه اصلا كام؟ الزاويه بين اتجاه القوه والازاحه 0، ولما تكون الزاويه 0 طبعا كوزين 0 بتديني 1. عايز الشغل، فالشغل هيساوي اف دي كوزين 0 اللي هي على بعضها بكام؟ ب1. طب الاف بتاعتك ب4، الازاحه بتاعتك ب1، 4 في 1 تديك 4، والوحده طبعا جول. يبقى ده الاختيار باء هو الاختيار الصح. لو جينا نشوف السؤال رقم 20 بيقول لي هنا جسم كتلته 2 كيلو جرام، اذا دي الام في يتحرك جسمه 2 كيلو جرام في خط مستقيم بعجله، اذا دي العجله اللي هي الاس مول. عندما يقطع الجسم مسافه 5 متر، اذا دي المسافه بتاعتي، يكون الشغل المبذول على الجسم بسرعه هتزيد قوه كام؟ طب بص وصلى على النبي. هو دلوقتي الشغل بيساوي اف دي صح؟ هو ما جابليش قيمه للزاويه يعني، لان الاثنين كانوا افقيين، فالزاويه ب0 وكوساين 0 ب1 خلاص يعني زهقنا منها. انا عندي الازاحه ب5، ولكن فين القوه؟ القوه مش عندي، فاطلع هات القوه. طب اجيبها منين؟ من الترم الاولاني. انا لسه هرجع الترم الاولاني. ارجع حاجه لو ما تبقاش مواصله كلمنا اجيلك. القوه بتساوي ايه؟ الكتله في العجله. طب الكتله بتاعتي ب2، العجله بتاعتي بنص، 2 في نص تديني كام؟ 1 نيوتن. يبقى يلا القوه ب1 والازاحه ب5، يطلع الشغل كله بكام؟ 5 جول. 5 جول. الاختيار بقى هو الاختيار الصح. ماشي. طب هنا بيقول جسمان اكس وواي لهما نفس الكتله، ركز الاثنين لهم نفس الكتله، يبقى الكتله ثابته وموضوعان على سطح افقي تؤثر افقيا على كل منهما قوه ثابته. تمام؟ اذا هنا برضو القوه ثابته، بس هو اصلا طالبها. ماشي. اف اكس واف واي على الترتيب، والشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الشغل دبليو والازاحه اللي هي دي. بيقول عايز ايه؟ فان النسبه بين الاف اكس الاف واي هتكون بتساوي كام؟ صلي بينا على النبي، قول اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. طيب بص كده، ادي الشغل مركز بيساوي اف دي صح؟ طيب هو جاب لي مين؟ هو جاب لي دلوقتي جاب لي الشغل والازاحه، خلاص ما فيش عندي مشكله، بس ركز بس الاول. عندك هنا الجسمين قطعوا نفس الازاحه، قطعوا نفس الايه؟ الازاحه. ما دام قطعوا نفس الازاحه يعني الازاحه ده ثابت، وما دام ان الازاحه ثابت يبقى الدبليو بتساوي الاف. قشطه الكلام ده؟ قلت له قشطه. يبقى دبليو بتاعه الاكس على الدبليو بتاعه الواي هتساوي اف بتاعه الاكس على الاف بتاعه الواي، لان الاثنين مع بعض العلاقه بينهم علاقه طرديه. تمام؟ طيب يلا كده الدبليو الاكس بكام؟ ما يلا هنجيبها من على محور الصدى اللي هو المحور ده. طب ليه مش هنجيبها من محور السينات؟ لان ده محور الازاحه، وقلنا الازاحه خلاص بقت ثابته فطيرناها. طب هجيبها ازاي يا مستر وانا اصلا ما عنديش ارقام؟ ما عندكش ارقام بس عندك مربعات، فهنعد المربعات. طب دلوقتي الاكس ماشي، ادي مربع، ادي 2، ادي 3، يبقى الاكس مشيت كام مربع؟ 3. طب يلا الواي مشيت كام مربع؟ ادي 1 2،
تمام كده؟ يبقى الواي مشيت 2، يبقى النسبه بتاعتها ب3 على ال2. طب لو جينا نشوف السؤال رقم 22 بيقول اذا اثرت قوه مقدارها 100 نيوتن، اذا دي الاف على جسم عده مرات فحركته ازاحه، اذا دي الازاحه بتاعتي اللي هي دي 5 متر في كل مره مع تغيير الزاويه. يبقى الازاحه واحده والقوه واحده، ولكن الزاويه هي اللي بتتغير. تمام؟ ماشي، الزاويه بتتغير. بيقولوا الشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين الشغل اللي هو دبليو على الجسم ووسيله ايه؟ ماشي، تعالى كده. هو عايز اول حاجه عايز الشغل عند النقطه ايه هتكون بكام. طبعا لو سمعت فيديو الشرح هتلاقي الرسمه دي مشروحه بالملي هناك. طيب عند النقطه ايه ده بالنسبه لك الزاويه بصفر. طب لما تكون الزاويه بصفر، لما تكون الثيتا بتساوي صفر، بيكون الشغل ماكسيمم. يعني ايه ماكسيمم؟ يعني قيمه عظمى وكمان موجبه. قيمه عظمى ايه؟ موجبه. طب خلاص، يبقى هنا عند النقطه ايه كان الشغل قيمه عظمى موجبه، يبقى الشغل هيساوي اف دي على طول. الاف بتاعتي قلب 100 والازاحه بتاعتي قلب 5، تطلع معانا 500 ايه؟ 500 جول، اللي هو الاختيار ده. طيب المطلوب الثاني بيقول الزاويه عند النقطه بي. طب ما هو عند النقطه بي الشغل انعدم. طب هو كان امتى الشغل بينعدم؟ لما تكون الزاويه ب90 فعندها الشغل بينعدم. اذا الزاويه هنا هتكون كام؟ 90. طيب النمره رقم 3 بيقول لك الزاويه عند النقطه دي. بص كده، خد دي واطلع بيها، خد دي واطلع بيها، ولما تيجي عند الخط تلف بيها. شوف وديتك عند مين؟ وديتك عند السي. طب هي السي دي مش منصفه المسافه ما بين الاي والصفر؟ عرفت منين؟ اللي عامل لك هنا شرطتين توازي، ان الحته دي قد الحته دي. تمام كده؟ يبقى دلوقتي السي في نص المسافه. طب امتى يكون الشغل نص القيمه العظمى؟ لما تبقى الزاويه بتاعتك بكام؟ 60، حيث ان لما تكون الزاويه ب 60 كوزاين 60 بتديك ايه؟ بتديك نص. وهنا بالنسبه لك الشغل نص القيمه الايه؟ نص القيمه العظمى. طيب تعال نشوف اخر سؤال في الاختياري. بيقول لك هنا جسمان اكس وواي لهما نفس الكتله، ركز في الثوابت، لهما نفس الكتله يتحركان كل منهما من السكون. طيب من السكون يعني كانت الفي اي بتساوي صفر. تعال بس نغير اللون ده مش مريحني. بيقول لك هنا على سطح افقي بتاثير قوه افقيه مختلفه محصله، والشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين السرعه لكل من الجسمين والزمن، فان النسبه بين مقداري الشغل. ماشي. طيب تعال كده نشوف اول مطلوب. هو تعال بس نروح على صفحه فاضيه عشان نعرف نشتغل براحتنا. اطلع كده يا حاج. هو اول حاجه قال لي ان الكتله مالها ثابته، صح؟ قال لي ان الكتله ايه؟ ثابته. واول مطلوب بيقول لي عايز النسبه ده اهي عند ثبوت مين؟ عند ثبوت الازاحه. يعني في اول مطلوب ثبت لي كمان الازاحه. طب ما صلوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا بنقول ان الشغل بيساوي اف دي، صح؟ طب فين الاف؟ ما جابهاليش. طب جاب لي مكانها مين؟ جاب لي مكانها الكتله. يبقى هفك القوه بتاعه الوزن واحط مكانها ام جي، يبقى في الدي. يبقى دلوقتي او مش ام جي، هو ما جابليش عجله جاذبيه بس عندي جسمين بيتحركوا بسرعه خطيه، يبقى ده هتبقى ام اي اللي هي الاكسلريشن. تمام؟ يبقى الشغل دلوقتي بيساوي ام اي دي. طب الام ثابت والدي ثابت، يبقى عندك على طول الدبليو هتساوي العجله. واعمل قانون مقارنه عادي بقى. يبقى الدبليو اكس على الدبليو واي هتساوي العجله بتاعه الاكس على العجله بتاعه الواي. طب تعالى نرجع كده اهو. طب فين عجله الاكس؟ مع عجله الاكس اللي هي بتقسم الصاد على السين. طب بصوا تعالى نفترض اللي ما جابليش هنا ارقام، هنفترض ان الزمن ده بواحد. تمام؟ طب لما اقسم عجله الاكس 2 على الواحد يبقى فيها الاثنين.
طيب عجله الواي، عجله الواي 3 على الواحد يبقى فيها الكام؟ يبقى فيها التلاتة. طب ما انا قلت لك هناك، لسه قايل لك هناك اهو، ان الدبليو اكس على الدبليو واي بيساوي عجله الاكس على عجله الواي، وقلنا عجله الاكس ب2 وعجله الواي بايه؟ ب3، يبقى النسبه 2 على 3، 2 على 3 اللي هو الاختيار الاولاني. طب ده كان اول مطلوب، اول مطلوب. طيب تاني مطلوب بيقول لك خلال الفتره من 0 الى تي 0. طب احنا خلاص افترضنا ان التي 0 ده هي 1، تمام؟ افترضنا ان هي 1، يبقى من الصفر للواحد. صعب الكلام ده؟ الممثله بالشكل البياني ماشي، يبقى هو هنا الازاحه مش ثابته بقى، يعني في المطلوب الثاني ما ثبتش الازاحه. طب تعالى كده برضو نعملها لك برضو بالتفصيل، عشان السؤال ده سؤال مستويات عليا، وانت طبعا مستواك اعلى من العليا، فلازم تاخد كل حاجه بالتفصيل. هو نفس الحكايه، الكتله بتاعتي ثابته، ولكن هنا الازاحه ما بقتش ثابته خلاص، يعني في المطلوب الثاني الازاحه ما بقتش ثابته، يبقى الشغل هيساوي، قلنا الام في الاي في الدي، هي دي بس هي اللي ثابته، يبقى الشغل هيساوي A في دي. اعمل بقى قانون مقارنه، يبقى شغل اكس على الشغل بتاع الواي هيساوي العجله بتاعه الاكس على العجله بتاعه الواي في ازاحه الاكس على ازاحه الايه؟ الواي. طبعا احنا عارفين ان عجله الاكس على عجله الواي لسه جايبينها حالا ب2 على الايه؟ على 3. يبقى المشكله عندي في الازاحه، لازم اجيب الازاحه. طب انا هجيب الازاحه منين يا ابو المساتر؟ هجيب الازاحه من الرسم، من الرسم عادي خالص. طب هتجيب الازاحه من الرسم ازاي؟ ما هو انت لو جيت تشوف هتلاقي ان الازاحه بتساوي السرعه في الزمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت اصلا عندك المين هو الازاحه، سرعه وزمن ملا ازاحه. طب الازاحه بتساوي سرعه وزمن، دي بتفكرك بحاجه لسه قايلها لك فوق، لما الميل يساوي حاصل ضرب الصاد في السين احسب المساحه تحت المنحنى. لما الميل يساوي حاصل ضرب الصاد في السين احسب المساحه تحت الايه؟ المنحنى. طب يلا الدي بتاعت الاكس فين الاكس اهو، وده خلاص بكام؟ بواحد. ده مثلث، والمثلث نص القاعده في الارتفاع، يعني نص في واحد في الارتفاع بكام؟ ب2. 2 في 1 ب2، 2 في نص بواحد. يبقى دي ازاحه الاكس. طب فين ازاحه الواي؟ يلا نجيبها. ازاحه الواي يلا دي كلها على بعضها بتاعه الواي، يبقى ده مثلث، يبقى برضو نص القاعده بواحد في الارتفاع ب3. 3 في 1 ب3، 3 في نص بواحد ونص، يبقى دي واحد ونص. طب يلا يا عم الحاج، يلا كده ارجع كده هناك، يبقى بتاعه الاكس بواحد وبتاعه الواي بواحد ونص، يبقى اهو في 1 على الواحد والنص، وتعملها على الآلة الحاسبة زي الشاطر. ادي عندك كده دلوقتي 2 في 1 شاطر القسمة، 2 في 1 يعني هتضرب البسط في البسط والمقام في الايه؟ في المقام. 2 في 1 ب2 على 3 في 1 ونص، وتعمل يساوي، تطلع معاك 4 على 9، 4 على 9 وترجع تختارها، يبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح. طب كمان هنحل الاسئله المقاليه، تمام؟ هنا بيقول لك فسر الشغل كميه قياسيه. ليه الشغل كميه قياسيه؟ طبعا لانه حاصل ضرب كميات متجهه اهو، لانه حاصل ضرب كميات متجهه. طب مين هي الكميات المتجهه يا مستر؟ طبعا الكميات المتجهه هنا هي القوه والازاحه. طيب بيقول لك هنا 2 عندما يتحرك الجسم بسرعه ثابته، ركز بس في كلمه سرعه ثابته ده بالله عليك لان بتوقع الناس. بسرعه ثابته فان الشغل المبذول عليه بواسطه القوه المحصله. بص كده، قوه محصله، سرعه ثابته وقوه محصله. طب لما تكون السرعه ثابته القوه المحصله بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. طب لما تكون القوه بصفر يبقى الشغل بصفر. يبقى هنا بقول لك فسر اجابتك، هتقول لي لان القوه المحصله بتساوي ايه؟ لان القوه المحصله بتساوي ايه؟ بتساوي صفر.
هنا بيقول لك اذكر مثالا او اذكر مثال يكون فيه الشغل المبذول صفر. امتى يكون الشغل المبذول صفر؟ هنا طبعا لما تكون الزاويه ب 90. طب امتى تكون الزاويه ب 90؟ لما يكون اتجاه القوه عمود على اتجاه الايه؟ عمودي على اتجاه الحركه. يعني ممكن نقول لما تكون الزاويه مالها متعامد، يعني هنا في تعامد زاويه ب 90. طب هنا امتى تكون الشغل المبذول موجب؟ لما تكون الزاويه اكبر من الصفر واقل من ال90. يعني هنا بالنسبه لنا بتكون زاويه ايه؟ بتكون زاويه حاده. طب امتى تكون الشغل سالب؟ لما يكون الزاويه اكبر من ال90 واقل من ال180. فهنا بالنسبه لنا بتكون الزاويه مالها منفرجه. صعب الكلام ده؟ طب تعال نشوف يلا. هنا بيقول لك اكتب العلاقه الرياضيه التي يمثلها كل شكل بياني وما يساويه الميل. طيب يلا كده. هنا بيقول لك اكتب العلاقه الرياضيه. طبعا مين اللي على الصادات؟ الدبليو. طب الدبليو بتساوي ايه؟ الدبليو بيساوي اف في دي. ادي العلاقه الرياضيه بتاعتنا طبعا كوزين ايه؟ كوزين الزاويه. طب يلا هات الميل. الميل بيساوي الصادات اللي هو الدبليو على السينات اللي هو الاف. فطبعا الميل هنا دي كوزين سيتا. طب هنا يلا، ما هنا برضه نفس الحوار، ما اللي فوق برضه هو الدبليو، يبقى الدبليو هتساوي اف في دي كوزين سيتا. طب يلا عايز الميل، فالميل هيساوي الدبليو على الكوزين الزاويه، فده هيديني اف في دي. يبقى الميل هنا اف في دي والميل هناك دي كوزين سيتا. طب هنا بيقول لك ايه؟ عندما تدفع حائطا ثابتا بقوه 100 نيوتن هل تبذل شغلا؟ هو ركز بس في كلمه ان الحائط ماله ثابت. الحائط ثابت يعني الحائط ما اتحركش، تمام؟ وما دام ان ما حصلش حركه للجسم اللي انت اثرت عليه يبقى الشغل بيساوي صفر. يبقى هنا طبعا الاجابه لا. طب ليه مش هيحصل شغل؟ فسر بقى. هتقول له لانه لا يتحرك. وكلمه لانه لا يتحرك دي بتعني ايه؟ ان مفيش ازاحه، تمام؟ طيب هنا بيقول لك في اي الحالتين 1 ولا 2 يكون الشغل المبذول بواسطه الشخص اكبر، تمام؟ اذا تحرك نفس الازاحه. طب امتى يكون الشغل اكبر؟ طبعا الشغل بيكون اكبر. بص كده، هو كده الجسم هيتحرك في الاتجاه ده، يبقى هنا اتجاه القوه في نفس اتجاه الازاحه، يبقى هنا الزاويه بصفر، تمام؟ وكوزين صفر بتديني 1 واكبر قيمه للكوزين بواحد. اذا هنا بالنسبه لنا الشغل بيكون ماكسيمم، تمام؟ طب هنا طبعا القوه مايله، وما دام ان القوه مايله يعني احتمال، يعني هنا الزاويه اكبر من الصفر بس اقل من ال90. هنا بالنسبه لنا الشغل الدبليو بيكون موجب ولكن مش ماكسيموم. يبقى هنا بالنسبه لنا طبعا الشكل 2 هو اللي هيبذل شغل اكبر. فسر طبعا. هتقول له ليه مع التعليل؟ لان اتجاه القوه المؤثره في نفس اتجاه حركه الجسم. طيب اخر سؤال معانا السؤال رقم 6 بيقول في الشكل المقابل. في الشكل المقابل هنا بيقول لك راح فين؟ مش شايف. جسم موضوع في الشكل المقابل جسم موضوع على مستوى افقي اثرت عليه قوه مقدارها 40 نيوتن. ماشي، القوه مقدارها 40 نيوتن حركته من السكون ازاحه 4.5 متر. بيقول لك هنا دلوقتي من النقطه A للنقطه B، فاذا كانت قوه الاحتكاك 15 احسب الشغل المبذول هيكون بكام؟ طب دلوقتي صلي على النبي، انا دلوقتي في عندي قوه احتكاك في عكس الاتجاه مقدارها 15. طيب دلوقتي فين القوه المؤثره؟ القوه المؤثره اهي اللي هي عباره عن اف كوزين سيتا، تمام كده؟ يعني عباره عن كام؟ عباره عن 40 كوزين 65. صعب الكلام ده؟ يبقى انت في البدايه خالص هتقول له ان القوه المحصله هتساوي 40 كوزين 65 كل ده ناقص 15 عشان نجيب القوه الايه؟ المحصله، وتعملها على الاله الحاسب. يبقى اهو قلنا 40 كوزين 65 اقفل القوس، كل ده ناقص كام؟ ناقص 15. اذا هيطلع معاك ب1.9. يبقى دلوقتي القوه المحصله ب1.9 ايه؟ نيوتن. خلاص بقى دلوقتي انت محتاج تجيب الشغل بس. يلا اذا الشغل هيساوي الاف في الدي. الاف بتاعتك ب1.9 في الدي هو قايل لك ان هي 4.5. تقوم جاي كده برضه على الاله الحاسبه قايل له ايه؟ 1
3.9 في 4.5، فيطلع معاك 8.55. اذا الشغل هنا 8.55 جول. ويبقى احنا كده الحمد لله خلصنا حل الاسئله الاختياري والمقالي. انا بس يا بطل هسيب لك الاسئله بتاعه المستويات التفكير العليا، لان عارف ان انت طبعا تفكيرك اعلى من كده. هم بالظبط 3 اسئله، ادي 1 2 3 اسئله، فده بالنسبه لك هيكون الواجب بتاعك يا بطل. فهستنى منك ان انت تبعت لي الحل بتاعه، وعايزك قبل اي حاجه تراعي ربنا في ضميرك وتراعي ربنا في اهلك اللي بيصرفوا عليك، وما تكسلش من المذاكره ومن حل الواجب. وانا ان شاء الله مش هكسل معاكم في اي حاجه. هتلاقي شرح، هتلاقي حل، هتلاقي واجب، هتلاقي باذن الله امتحانات، هتلاقي مراجعات، هتلاقي كل حاجه موجوده معاك على المنصه. بس الاهم من ده كله ان زي ما قلت لك انك تراعي ربنا في اهلك وفي ضميرك، بحيث ان ربنا يكرمك باذن الله. كده يبقى خلصنا الدرس الاول، درس الشغل، شرح وحل. باذن الله اشوف وشكم على خير الفيديو الجاي مع درس الطاقه والحل عليه باذن الله. سلام.